السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة نايت سبور. وقبل ما نبداو كنتمنوا لكم عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. الناخب الوطني محمد وهبي اعلن يوم امس على اللائحة النهائية اللي غتشارك في نهائيات كأس العالم، واللائحة عرفت تواجد مجموعة من الاسماء اللي كانت كتشكل الدعم الاساسي للمنتخب الوطني المغربي، مع اضافة بعض الاسماء اللي غيشاركوا اول مرة مع المنتخب الوطني المغربي في شي تظاهرة كروية عالمية بحال كأس العالم. أيوب أميموني من بين الأسماء الجدد اللي تنادى عليهم لأول مرة رفقة المنتخب الوطني المغربي باش يشاركوا في تظاهرة كروية رفقة المنتخب الوطني المغربي. وكتب أميموني في بوست على الانستغرام ديالو: حلم الصغار كيتحقق، أنا فخور بزاف باش نمثل بلدي في مونديال 2026 وغادي ندير كاع المجهود ديالي على قبل هاد التوني. وزاد قال: في هاد الرحلة وقبل أي حاجة بغيت نشكر كاع الناس اللي ساندوني باش نوصل لهنا وكاع اللي غادي يكملوا في الدعم ديالي وديما مغرب. رضوان حلحال حتى هو تفاعل مع الدعوه وقال: دوزت لقطات صعيبه وتضحيات وفترات كان خاصني نكمل فيها نتقاتل وبلا ما نستسلم، ولكن اليوم ملي كنشوف هذا الحلم قرب يتحقق هذا فخر كبير بزاف ليا باش نمثل بلادي وعائلتي والشعب المغربي في اكبر مسابقه في العالم. حاجه ما كتصورش بالنسبه ليا نلبس هذا التوني وندافع على الكولور ديال بلادي، شرف وعمري ما غادي ننساه. شكرا لكاع الناس اللي تاقوا فيا من الاول وغادي نعطي كل ما عندي باش نخلي بلادي فخوره بيا، الحمد لله. اما ياسين جاسم لاعب ستراسبورغ الفرنسي بين على الفرحه ديالو كبيره بلي غادي يشارك في كاس العالم مع الاسود، واكد بلي هادشي كان حلم الطفوله ديالو. ونشر جاسم تدوينه على الحساب الرسمي ايضا وقال: احلام الصغار كتولي حقيقه، تلبس هاد التوني في كاس العالم كيعني ليا بزاف. ملي كنفكر في الطريق اللي دوزت وتضحيات واللحظات الصعيبه وتشوف بلادك كامله واقفه وراك اليوم، هذه حاجه صعيبه توصفها بالهضره. فخور وممتن بزاف وعارف قيمه هذه اللحظه مزيان. غنتقاتل على قبل هاد التوني وعلى قبل هذا الوطن وعلى قبل الشعب المغربي كامل، الحلم مازال مستمر. عبد الصمد الزلزولي تا هو تفاعل مع الدعوه وكتب: ما اروع الموسم الذي قضيناه معا، لقد قمنا بالقتال حتى النهايه ونجحنا في اعاده بيتيسي الى دوري الابطال حيث يستحق. شكرا لجميع المشجعين على حبهم ودعمهم على مدار العام. الان حان وقت الدفاع عن الواني بلدي والعيش في حلم اخر مع المغرب، العمل والتضحيه والايمان، الحمد لله. سفيان الرحيمي تا هو كتب: فخر كبير لي ان امثل بلدي في كاس العالم، سنبذل قصارى الجهد لتشريف الوطن ويسعد الشعب المغربي وديما مغرب. ايوب بوعدي ايضا قال: فخور بزاف بتمثيل المنتخب المغربي في اكبر المسابقات، عرف القيمه الكبيره ديال حمل هذا القميص وغنعطي كل ما عندي باش نمثل بلادي بافضل طريقه ممكنه. نايل العناوي دار واحد التصويره ملي كان صغير وكتب: حلم يتحول الى حقيقه، فخر كبير بتمثيل بلدي في اكبر المنافسات وديما مغرب. انا صلاح الدين تا هو كتب: حلم اصبح حقيقه، تمثيل بلدي في كاس العالم، الان حان وقت الفخر، القتال وتقديم كل ما لدي من اجل هذا القميص، بلد واحد وحلم واحد، الحمد لله. اما في رساله مؤثره من اللاعب الغائب رايان بونيدا فكتب: مبروك لجميع اللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركه في كاس العالم، كنتمنى لكم كاملين التوفيق في هذه المنافسه الكبيره، غنبقى ديما موراكم باش نشجع بلادنا ومنتخبنا، فخور نكون مغربي وديما مغرب. في حين المرابط هو اللي غيشارك اول مره قال: ملي كنت صغير كنت كنلبس هاد التوني وكانوا عندي احلام كبر مني، كنت كنتفرج في كاس العالم والعينين ديالي تيبرقوا بالفرحه وكنت كنتخيل راسي شي نهار غادي ندافع على هذا الكولور ديال بلادي ديال الشعب كامل ديال المغرب. اليوم هذا الحلم رجع حقيقه، اول كاس عالم ليا مع الاسود، كاينين لقطات غاليين بزاف واللي فايتين كاع كره، هاد التوني ماشي غير توني وصافي، هذا تاريخ هويه وفخر كبير وديما مغرب. عز ناحي وجه رساله مؤثره لجماهير الفريق ديال جيرونا بعد ما الفريق ديالو طاح الدوزيام سيري ديال اسبانيا، وكتب: صعيب نلقى الكلمات المناسبه مورا هاد النتيجه، الهبوط للقسم الثاني تجربه قاصحه وصعيبه علينا كاملين، اللعابه الطاقم التقني وفوق كل شيء نتوما الجماهير ديالنا العزيزه. هاد الموسم تقاتلنا على كل كره وكنا عازمين باش نهزوا الوان جيرونا بكل فخر، واخا كان الالتزام ديالنا يومي ودرنا كاع التضحيات الممكنه هذا العام، للاسف ما قدرناش نحققوا الاهداف ديالنا هذا الموسم. بغيت نعبر على امتناني وشكري الكبير من اعماق قلبي ونطلب السماحه من كاع الناس اللي ما قطعوش اليقين فينا وما حبسوش من التشجيع سواء في التيران ديالنا ولا برا البلاد. الدعم ديالكم كان هو القوه ديالنا في المراحل والاوقات الصعيبه بزاف، غادي نرجعوا اكثر قوه وهذا الشيء ما فيه الشك. شكرا لكم على الوفاء ديالكم. ابراهيم دياز اللاعب الدولي المغربي ديال ريال مدريد اكد بلي المنتخب الوطني المغربي قادر يدير حوايج كبار في كاس العالم 2026. وقال دياز في واحد الانترفيو مع شبكه دازون: كنظن بلي كاملين عندنا ديك الروح ديال الكره الزنقه، ديك اللي كتخرج فيها غير باش تنشط وتستمتع، اللي التمريرات الثنائيه والماتشات ديال واحد ضد واحد. وزاد كمل: كنظن بلي عندنا منتخب متوازن بزاف ونقدروا نديروا حوايج كبار بزاف في المونديال ان شاء الله. اشاره ابراهيم دياز حتى هو كتاح ليه الفرصه باش يكون مع المنتخب الوطني المغربي في كاس العالم لاول مره بعد ما اختار المنتخب الوطني المغربي بدل اسبانيا اللي ما تاحش ليه الفرصه باش يشارك معاه في نهائيات كاس العالم.
كشفت تقارير صحفيه بلي الوضعيه ديال النجم البرازيلي نيمار مازال ما واضحاش، حيت كاين بزاف ديال التخربيق والتناقض في الهضره على نوعيه الاصابه اللي عنده في العضله ديال الساق. وعلى حسب ما جا في قناه تي ان تي سبورت البرازيليه، داكشي اللي كانوا كيسحاب لهم في الاول غير ورم خفيف يقدر يكون اكثر من هكا وتكون اصابه قاصحه وشي حاجه خطيره، الشيء اللي كيخلي الشكوك كاينين واش غيكون واجد المرحله الجايه ولا لا. ومن المنتظر يدير نيمار تحاليل وفحوصات طبيه جديده غدا في المقر ديال الاتحاد البرازيلي بحال كاع اللاعبين ديال المنتخب، باش يعرفوا نوعيه الاصابه بالتدقيق ويصايبوا ليه بروغرام ديال العلاج والترويض الا كان كيحتاج باش يوجد المونديال على حساب ما قال نفس المصدر. وقالت القناه البرازيليه بلي نيمار ما بقى ليه والو يغيب على هاد جوج ماتشات الوديين ديال البرازيل ضد بنما نهار 31 ماي في التيران ديال ماراكانا وضد مصر نهار 5 يونيو في الميريكان. عبر الدولي المغربي اسماعيل السيباري على الفرحه ديالو من بعد ما ربح جائزه احسن لاعب في الدوري الهولندي ديال هذا الموسم، واكد بلي هذه الجائزه عندها طعم خاص بالنسبه ليه. وقال اللاعب المغربي في واحد التصريح صحفي: انا فرحان بزاف بهذه الجائزه حيت اول جائزه من او اس بي ان كنربحها، داكشي علاش ما غاديش تخصني شي خزانه كبيره فين نحط الجوائز ديالي دابا. وهضر السيباري وهو متاثر بزاف بالدور الكبير اللي لعباته العائله في المسيره الكرويه ديالو، واكد بلي الفضل الكبير لهذا الشيء اللي وصل ليه اليوم كيرجع ليهم. وزاد قال: عائلتي كانت معايا من الاول وهما عارفين كاع التضحيات والخدمه اللي درناها باش نوصلوا لهذه اللحظه، داكشي علاش هاد الجائزه ديالهم حتى هما. وفاش كان كيهضر على شحال عائلته عاونته في هذا الانجاز، قال السيباري: 95% من هذا التتويج كيرجع للعائله ديالي، حيت بفضلهم عندي هذا الانضباط وهذه العقليه، اما 5% اللي بقات فهي داكشي اللي درت وسط التيران. وفي الاخير السيباري ختم الهضره ديالو بالتركيز على المنتخب الوطني المغربي في نهايه كاس العالم، وكيتمنى انهم يظهروا بمستوى جيد كما كان الحال عليه في نهايات كاس العالم قطر 2022. كشفت تقارير علميه بلي الدولي المغربي الياس بن صغير كاين في الليسته ديال اللعابه المرشحين باش يمشيو للفريق صادرين الفرنسي في الميركاتو الجاي. وعلى حساب ما جاء في افريكا فوت، فالاداره ديال الفرقه الفرنسيه حاطه بن صغير في الليسته ديال اللعابه اللي باغيين يجيبوهم باش يصحوا بهم الخطا الهجومي ديالهم ويوجدوا بهم الموسم الجاي. واخا كاين هذا الاهتمام، فريق صادرين مازال ما اتخذش قرار نهائي ومازال كيتسنى يدير تحركات ديال الميركاتو الصيفي واش كاين شي امكانيه باش يبدا المفاوضات الرسميه. بن الصغير لعب هذا العام 17 ماتش في كاع المسابقات ولكن بلا ما يمارك حتى شي بيت ولا ما يعطي حتى شي تمريره حاسمه، وهذا الشيء كيبين بلي الصعوبه اللي لقاها في الدوري الالماني في اول تجربه ليه خارج من فرنسا. فريق اولمبيك ليون الفرنسي كيحاول باش يرجع الخدمات ديال النجم المغربي اسامه ترغالين وتردوا الاجواء ديال الدوري الفرنسي في الميركاتو الصيفي الجاي، وهذا الشيء بعد المستويات القويه والوعره اللي بين عليها اللاعب المغربي في التيرانه ديال هولندا، حيث النادي الفرنسي باغي بهذه الخطوه يضخ ديماء جديده ويقوي الوسط ديال الفرقه ديالو. المسؤولين ديال ليون حطوا وسط الميدان ديال فاينور كخيار اساسي باش يقوي به الفرقه، وهذا التحرك جاء بعد الاداء الخيالي والثابت اللي بين عليه اللاعب المغربي في البطوله الهولنديه، حيث ترغالين ولا ركيزه اساسيه في الفرقه ديالو بفضل المهارات العاليه اللي عنده في صناعه اللعب والدقه ديال التمريرات والقدره الواعره في تنظيم الايقاع والربط بين الدفاع والهجوم. وكتشير تقارير بالاداره ديال اولمبيك ليون كتسابق الوقت باش توجد عرض مالي رسمي وتقدمه للفرقه الهولنديه، حيث باغيين يحسموا الامور بكري ويقطعوا الطريق على اي منافسين يقدروا يدخلوا على الخط. ونفس الوقت اللاعب المغربي حتى هو باغي يخوض تجربه جديده في الليغ 1، وهي بطوله كيعرفها مزيان وما غاديش يلقى الصعوبه باش يتاقلم معها، حيت ديجا دوز تجارب سابقه في التيرانه ديال فرنسا مع اولمبيك مارسيليا ولو هافر الفرنسي ايضا. دخل الدولي المغربي رايا ماي في اللائحه ديال احسن 10 هدافين في البطولات الاوروبيه لهذا الموسم، واحتل المركز العاشر في المنافسه على جائزه الحذاء الذهبي الاوروبي. وهذا الانجاز جاء بعد ما مارك اللاعب 25 بيت ماركاهم بالتوني ديال الفريق ديالو اومونيا القبرصي، هذا الشيء على حساب النظام ديال النقاط اللي كيتعطى في البطوله القبرصيه معامل ديال 1.5 على كل بيت. وهذا الترتيب كيحط المهاجم المغربي مع النخبه واللعابه الكبار في القاره الاوروبيه، حيت تساوى في عدد البيوت اللي ماركا هذا العام مع النجم الفرنسي كيليان مبابي 25 بيت لكل لاعب، واخا كاين اختلاف في النقاط الاجماليه حيت المعامل ديال كل بطوله مختلف. وفي الجهه المواليه هاري كين هو اللي كتصدر اللائحه براسي 72 نقطه، وتابعوا النرويجي هالاند ب 54 نقطه، ومن بعدهم كيليان مبابي الثالث ب 50 نقطه. وسال رايا ماي هذا الموسم وهو بطل ديال البطوله القبرصيه مع فرقه اومونيا باداء واعر بزاف، اكد به الاحقيه ديالو بلقب الهداف براسي 25 بيت، وهذا الشيء ماركا تقريبا في 30 ماتش فقط، وهذه الحصيله كتخليه يتصنف رقميا كاحسن مهاجم مغربي في اوروبا في الوقت الحالي. هادو هما اهم اخبار اللي عندنا اليوم، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، وعيدكم مبارك سعيد مره اخرى.